السلام عليكم. اليوم جيت البنات وجبت لكم واحد الجينواز سهله مهله. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي مرتفعه بدون خميره بدون اي محسن الكيك ولا اروع. غندوزو المكونات. عندنا 125 غرام سكر، 125 غرام ديال الدقيق، وعندنا 4 ديال البيضات. غنفصلوا الصفار على البياض، غنمشيو نطربوا البياض بالبيض. غادي نعملو واحد رشيشه د الملح، وغادي نعملو نطربوه بالميكسور. نبداو بدرجه منخفضه وحنا كنزيدو شويه بشويه حتى كنشوفوا ديك الرغوه بدات كتطلع في البياض البيض. صافي غادي نبقاو نضيفو السكر تدريجيا. قسموا السكر البنات على 3 المراحل. السرعه دائما هنايا مرتفعه. غتبقاو تضيفوا تدريجيا حتى تكملوا السكر. البياض البيض هنايا ملي كنطربوه خصنا يرجع مورانغ، يعني كيكون هيدا بحال هذا الشكل، تعطيكم ديك الشكل ديال بحال منقار العصفور. يلا البنات اللي باقا ما اشتركت معايا في قناتي مرحبا بها عندي، واحد لايك الا كان كيعجبكم هادشي اللي كنعمل. هنايا غنبقاو نضيفوا البيض وحده بوحده، صفار البيض وحده بوحده، والسرعه هنايا غتكون على الدرجه الاولى منخفضه. غنخدموا بدرجه منخفضه ملي غنكونوا كنضيفوا صفار البيض. غادي نضيفوها وحده مور وحده حتى كنكملوا الصفار كامل. صافي هنايا كنحاول ما يمكن نجمع الجوانب كامله. صافي ما نحاولوا البنات ما تزيدوش تطربوها بزاف. صافي غير تحسوا بان ديك الصفار ديال البيض اختلط مزيان في البياض. صافي هنا غنبقاو نضيفوا تدريجيا كذلك الدقيق. غادي نخلطوا الدقيق، حاولوا ما يمكن تغربلوه حتى 3 المرات باش ما يعذبكمش. غادي نستعملوا المريز من الاسفل للاعلى، ونحاول ما يمكن ما نهبطوش البيض، نخليو داك الهواء داخل. هنا ضفت واحد الملعقه صغيره ديال الفانيليا سائله، ضيفوها ملي تكونوا كتضيفوا الصفار مع البياض ديال البيض. انا نسيته صافي وضيفتها هنايا. غنبقاو نضيفوا الدقيق ديالنا تدريجيا دائما من الاسفل للاعلى حتى تحسوا بما بقاش الدقيق تشوفوا الدقيق مابقاش كيبان مره. دائما المولى البنات ديال اللي غتخويو فيه الجينواز تكون دائما وجدتوه من الاول. تغلفوه بابي كويسون من الاسفل الجوانب وفي الجوانب قبل ما تبداو في اي حاجه. دائما المول يكون واجد. انا كندخلو في المجمد هنايا دائما ملي كنعمل كيك كندخل المول دائما في المجمد باش كيعاون كيعطي واحد الفوليوم مزيان للكيك. دابا هنايا خويت الجينواز ديالي في المول، القطر ديالو 17 سنتيم. غادي نحاول ما يمكن بواحد المريز ندوز هكذا على سطح الخليط، على سطح الجينواز باش كتجي مستويه غير بشويه البنات. صافي غتجيب واحد كيردون بقاو تدوروا هكذا دائما في الكيك. دائما كنستعملوا الطريقه هذيك باش ما يبقاش فوق داك الهواء داخل. صافي غندخلوها الفران على درجه حراره 160 درجه. غتاخذ معكم 40 دقيقه حتى 45. دائما جينواز او اي كيك ما تفتحوش عليه قبل 30 دقيقه حتى كتشبر الكيك في راسها. حتى الجينواز كتشبر في راسها عاد كنقدروا نفتحوا عليها ونستعملوا الكيردون باش كنشوفوها واش طابت من الداخل ولا لا. هنايا خليتها حتى بردت مزيان. عاد غنجيب المنشار اللي غنقطع به الجينواز. المنشار غنعمل القياس واحد طبعا باش كيجيوني القطع متساويه كما كتلاحظوا. صافي غير بشويه البنات غتشبروا بهذه الطريقه هذه الجينواز باش ما كتفرتتش معكم، وحاولوا ما امكن تخليوها تتبرد مزيان. صافي انا قطعتها كيجيو القطع متساويه. يلا البنات، الصحه والراحه.